السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة أولى ثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. إن شاء الله النهارده يا مستر هنبدأ في درس هيفرق معاك أنت شخصيا. قال لي جميل يا مستر. أولا ده الدرس الثالث فلسفة. الحصة رقم كام أو المحاضرة رقم كام؟ تقريبا 5 أو 6. عشان احنا بنصور بدري فبالتالي مش هعرف أحفظ لك عدد المحاضرات بالظبط. قال لي جميل يا مستر. المختصر المفيد عن الدرس، نبذة عن الدرس ده عبارة عن ايه يا مستر؟ قال لي باختصار بسيط يا عزيزي الطالب، احنا قصتنا كلها الفلسفة، صح؟ ايه علاقتها بالعلم وايه علاقتها بالدين؟ قال لي ايه اللي بيربطهم ببعض؟ ايه علاقة الفلسفة بده وايه علاقة الفلسفة بده؟ قال لي والله يا مستر احمد رضوان، بص، اول حاجة في الفلسفة والدين، انا مش عارف ليه جايه معايا الناحية دي الفلسفة والدين. اول حاجة الفلسفة والدين. قال لي يا مستر المقارنة ما بينهم بتكون ما بين 3 حاجات. وبرضه في الفلسفة والعلم ما بين 3 حاجات. قال لي ازاي يا مستر؟ قال لي اول حاجة يا مستر حاجة اسمها الموضوع. قال لي يعني ايه الموضوع يا مستر؟ الفلسفة دي عبارة عن ايه؟ بتتكلم عن ايه؟ قصتها ايه؟ حكايتها ايه؟ قال لي جميل. طب والدين نفس الكلام، موضوعه ايه او عبارة عن ايه؟ قال لي جميل قوي يا مستر. طب بالنسبة للمنهج يا مستر؟ قال لي المنهج يا مستر دي الطريقة اللي هطبق بيها الموضوع ازاي. باختصار بسيط ان الطريقه دي هي اللي هتخليني افهم ازاي اطبق الفلسفه في حياتي وافهم ازاي اطبق الدين بحياتي. قال لي جميل يا مستر. كذلك الكلام ينطبق على الفلسفه والعلم. جميل. قال لي اخر مقارنه يا مستر الغايه او الهدف. ودي بيقول لك هدف الفلسفه ايه او هدف الدين ايه، وهنا بيقول لك هدف الفلسفه ايه او هدف العلم ايه. والله جميل يا مستر، قصه الدرس كله عباره عن الحاجات دول. قال لي ماشي، والله اذا كان كده ماشي. قال لي بقى هنبدا يا مستر بالفلسفه والدين. تعال نخش على الكتاب بتاعنا عشان ما تنساش، بس عشان كل مره اكد عليك وبتنسى. هتلاقي لينك في الوصف بتاع الفيديو، هتنزل على العنوان بتاع الفيديو تدوس عليه، هيظهر لك كلام تحته كتير كده، هتلاقي لينك فيه. خش على اللينك ده هتلاقي كل لينكات التواصل بتاعتنا. جروب التليجرام بينزل عليه حل الواجب وهتلاقي عليه الكتاب بتاعنا. جميل. هتلاقي قناه الواتساب بينزل لك عليها، هتلاقيها برده في بعد ما تخش على اللينك ده هتلاقيها موجوده، بينزل لك عليها الامتحان كل اسبوع. قال لي جميل يا مستر. بتلاقي بعد كده لينك صفحه الفيس بتاعتنا برضو بينزل لك عليها مسابقات، بس احنا هنبداها تقريبا عمل ما ينزل الفيديو ده هنكون بداناها اصلا. جميل. هتلاقي بقى لينك تيك توك، وهتلاقي كل لينكات التواصل بتاعتنا، وهتلاقي كمان لينك الرقم بتاع الواتساب بتاعنا اللي تقدر تبعت عليه في اي وقت. قال لي ماشي يا مستر، نبدا كده بسم الله. بيقول لي اول حاجه يا مستر الفلسفه والدين. بيقول لك لا يوجد اي تعارض بين الدين والفلسفه، فالحق لا يضاد الحق. قال لي يعني ايه الحق يا مستر؟ قال لي الحقيقه لا يضاد الحقيقة. قال لي يعني ايه يا مستر؟ قال لي باختصار بسيط يا مستر ان هما الاثنين عايزين يوصلوا لايه؟ للحقيقة. هما الاثنين عايزين يفكروا عشان يوصلوا للحقيقة. قال لي جميل. حيث ان الحجة العقلية الفلسفية داعمة للايمان والاعتقاد الديني، وهما يلتقيان في معالجة موضوعات معينة مثل اصل العالم وطبيعة الوجود وطبيعة الانسان. جميل قوي يا مستر. اللي عايز يوصله لي في الحتة دي ايه؟ ان احنا يا مستر الفلسفه بتستخدم العقل في التفكير، وهناخد ده بالتفصيل شويه كده. قال لي جميل. وانا بامن بوجود الله عن طريق العقل. ما ربنا احنا ما شفناهوش، احنا مقتنعين بوجود ربنا عن طريق العقل. فالاتنين مش متضادين، لا، ده الاتنين ماشيين في نفس الاتجاه. فعشان كده بيقول لك الحق لا يضاد الحق. هم مش مختلفين مع بعض، هم الاتنين عايزين يوصلوا للحقيقه. خلي بالك من الحته دي ان هم الاتنين عايزين يوصلوا للحقيقه، لان هتعرفها قدام، هتعرف قصتها قدام. قال لي جميل قوي يا مستر. تعالى كده نفتح السبوره بتاعتنا. قال لي بص يا مستر، بما انك قلت لي ان كل حاجه ما بينهم مقارنه، فتعالى نمسك واحده واحده كده ونعمل المقارنه بتاعتنا. اول حاجه الموضوع يا مستر. قال لي يا مستر من حيث الفلسفه، قال لي يا مستر ومن حيث الدين. قال لي جميل يا مستر. قال لي والله يا مستر موضوع الفلسفه، الموضوع اهو، موضوع الفلسفه يا مستر، قال لك والله هي بتناقش قضايا الانسان الحياتيه. قال لي يا مستر هل هي بتناقش قضايا معينه؟ هي مختصه بحاجه معينه؟ قال لك لا، بتناقش يا مستر كل قضايا الانسان. قال لك زي ايه؟ قال لك اخلاقيه
جماليه، بيئيه، اجتماعيه. قال لي مستر كل قضايا الانسان بتناقشها. من الاخر كده عشان الخص لك الحته دي، الفلسفه ما سابتش حاجه الا وحطت مناخيرها فيها. والله العظيم، والله العظيم الفلسفه كل حاجه حاطه مناخيرها فيها. قال لي والله اذا كان كده يا مستر، يعني الفلسفه داخله في كل حاجه وفي اي حاجه. كل قضايا الانسان يا مستر. قال لي والله يا مستر جميل قوي. قال لي يا مستر هي ايه قضايا الانسان الاخلاقيه؟ يعني ايه؟ بتناقش الاخلاق، بتدرس الاخلاق. وانت فاكر بتدرس الاخلاق في مصر بس؟ ده بتدرس الاخلاق في كل دول العالم. فهي مش مختصره. الفلسفه دي عامله زي بحر ملوش اخر. يعني يقول لك المحيط الاطلنطي طوله كذا وعرضه كذا ومش عارف ايه، لكن الفلسفه دي بحر ملوش اخر، يعني ما بتخلصش، بتناقش كل قضايا الانسان. قال لي والله جميل يا مستر. دي اول نقطه. فين القلم؟ اهو. تعالى الناحيه دي يا سيدي عشان تبقى جنبينا. ماشي. قال لك ايه تاني يا مستر؟ قال لك ان الفلسفه دي نسبيه. يعني ايه نسبيه يا مستر؟ قال لك والله يا عزيزي الطالب اي متغيره. قال لي وليه يا مستر نسبيه ومتغيره؟ تعال اقول لك ملحوظه كمان. كل فيلسوف له وجهه نظر. قال لي قصدك يا مستر ان كل فيلسوف ليه فلسفه خاصه بيه، فبالتالي يا مستر ان الفلسفه دي متغيره من حد لحد يعني مثلا هيقول لك مثلا سقراط بينظر للاخلاق انها مثلا احترام من له سلطه مثلا. انا بديك مثال. ويجي مثلا واحد زي ارسطوطاليس، او اسف واحد زي ديموكريتوس، يقول لك ان الاخلاق دي هي احترام كل كبار السن. يعني ارسطو قال لك ان الفلسفه، انا بديك مثال الكلام ده مش حقيقي، ارسطو قال لك مثلا ان الفلسفه احترام كل من له سلطه، يعني كل الناس لها سلطه في البلد هي دي اللي تحترمها بس، اي حد تاني ما تحترموش. وديموكريتوس قال لك ان كل ما كبار السن هم دول اللي تحترمهم بس، واي حد ما تحترموش. قال لك بالتالي يا مستر عشان كده الفلسفه دي نسبيه متغيره، اي انها كل فيلسوف له وجهه نظر، اي ان هي متغيره من فيلسوف للاخر، فبالتالي الفلسفات مختلفه. قال لي والله يا مستر كلام جميل، كان يعني كلام سلس. هتفهم اكتر وتوضح معاك اكتر لما ناخد الدين، لان هي مقارنات يا عزيزي الطالب ما تقلقش منها. قال لي يا مستر تعالى اديني الدين. موضوع الدين اول نقطه. فين القلم الاسود؟ تدور حول علاقه الانسان بربه. قال لي يعني ايه يا عزيزي الطالب؟ يعني ايه الفلسفه الدين ده بيناقش ان هو بيدور حول علاقه الانسان بربه؟ قال لي بص يا عزيزي الطالب، موضوع الدين ده ان هو بيدينا الايه؟ الخطوات اللي احنا هنمشي بيها ازاي نتصل على ربنا. هو ربنا ليه عمل الصلاه؟ يعني ربنا عمل اسمها، عارف ليه اسمها صلاه؟ هي جايه من كلمه صله، على اتصال ما بين ربنا على طول 5 مرات في اليوم. فاحنا على طول متصلين بربنا، عشان كده اسمها صلاه. انت بتصلي عشان تفضل متصل بربنا. ربنا على طول في حساباتك، ربنا على طول في ذاكرتك، حرام وحلال، ربنا على طول في كل حياتك اليوميه بالذكر، كل الكلام ده كله، سواء برضو مسيحيه او اسلاميه. فبالتالي الاثنين عندهم برضو صلاه وعندهم ان هم متصلين بربنا. قال لي يا مستر الفلسفه هنا نسبيه متغيره. قال لي والله جميل يا عزيزي الطالب. قال لي هل الدين متغير ولا ثابت؟ قال لي هو انا ينفع انام بكره اصحى اعبد حد تاني؟ هو انا ينفع انام بكره اصحى هل ينفع اغير في الدين يا مستر؟ قال لك لا، يبقى الدين ثابت. او بلاش دي عشان تبقى واضحه معاك. يا حبيبي يا بابا، ثابت اي غير متغير، يعني ما بيتغيرش يا مستر، هو ثابت هيفضل على كده. قال لي بص يا عزيزي الطالب، بيقول لي كده ايه في الكتاب بتاعنا، بيقول لي يا مستر الفلسفه تهتم بدراسه قضايا الانسان المعرفيه، جماليه بيئيه حضاريه علميه، جماليه بيئيه حضاريه علميه.
قال لي ماشي يا مستر، ما كتبلكش اخلاقيه وما كتبلكش مجتمعيه وما كتبلكش الكلام ده. قال لي الحقيقه الفلسفيه هي حقيقه نسبيه اي متغيره، الاوجه المتعدده للحقيقه الفلسفيه ترجع الى طبيعه الموضوعات، اختلاف وجهات نظر الفلاسفه اختلاف الموضوع. قال لي يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ الكلام ده اللي احنا لسه شارحينه من 5 دقايق. قال لك ان الفلسفه بتناقش كل حاجه وبتهتم بقضايا الانسان، فلسفه جماليه بقى، اخلاقيه، بيئيه، كل قضايا الانسان. قال لي الفلسفه نسبيه متغيره. قال لي رقم 3 ان كل فيلسوف ليه وجهه نظر، فعشان كده اصلا ان الفلسفه نسبيه متغيره. قال لي جميل. بص يا سيدي، موضوع الفلسفه تدور حول علاقه الانسان بالله وكيفيه التقرب اليه بالعبادات والعقائد الايمانيه وعلاقته بالعالم المحيط بيه. قال لي ايوه يا مستر، ما انا هتصل بربنا ازاي؟ عن طريق الايمان بالله، ولما امن بالله يا مستر هعمل ده ازاي؟ قال لك يا مستر عن طريق العبادات والعقائد. جميل يا مستر. قال لي الحقيقه الدينيه حقيقه مطلقه. يعني ايه مطلقه يا مستر؟ يعني ثابته. يعني ايه ثابته يا مستر؟ يعني ما بتتغيرش. ثابته يا مستر، الدين مش هينفع العب فيه ولا اغير فيه ولا الكلام ده يا مستر. قال لي جميل. قال لي مصدر الدين يا مستر ده علو سماوي الهي، وهي بذلك بعيده عن اي شك وغير قابله للتعديل او التطوير. من الاخر كده ان هي ثابته ما بتتغيرش يا مستر. يعني ما في، يعني من الاخر كده مش هينفع اعدل فيها، يقول لك غير كبيره للتعديل او التطوير. ما ينفعش اطور في الدين، ما ينفعش العب فيه، ما ينفعش اعدل اي حاجه فيه. هو بالتالي الدين الاسلام، دين المسيحي، سواء ايا كان ديانتك ايه، هو ده دينك وانت هتمشي عليه. قال لي مستر خلي بعلمك احنا كل ده في الموضوع عشان ما تتوهش مني. يبقى احنا خدنا كام نقطه في الموضوع وكام نقطه في كام نقطه في الفلسفه وكام نقطه في الدين. قال لك والله يا مستر في الفلسفه قال لك بتناقش قضايا الانسان، كل قضايا الانسان يا مستر جماليه، اخلاقيه، بيئيه، اجتماعيه، كل قضايا الانسان يا مستر علميه. قال لي جميل يا مستر، اللي في علمك وبتحاول توصل لحل برضه. قال لي جميل. قال لي الفلسفه نسبيه متغيره. قال لي والله جميل يا مستر، يعني ايه نسبيه؟ يعني متغيره، يعني ايه؟ بتتغير من حسب وجهه نظر الفيلسوف. اخر كلمه قال لي يا مستر كل فيلسوف له وجهه نظر، اي ان كل فيلسوف وليه فلسفته الخاصه بيه، عشان كده الفلسفه متغيره. قال لي انما بالدين بقى يا مستر تدور حول علاقه الانسان بربه. قال لي جميل. طب ماشي، علاقه بتدور حول علاقه الانسان ربه، هيتقرب من ربنا ازاي؟ هيقرب لربنا ويحاول يوصل له ازاي؟ قال لي عن طريق العبادات يا مستر والعقائد الدينيه. انا عندي عقيده دينيه مؤمن بها. يعني ايه عقيده؟ يعني حاجه راسخه جواك، دي خلاص انت امنت بيها ومثبت عليها. قال لي جميل. فانا هتقرب لربنا ازاي؟ عن طريق العقيده والايمان بالله والعبادات وكل الكلام ده. قال لي جميل. قال لي يا مستر الحقيقه الدينيه ثابته مطلقه. مطلقه يا مستر يعني ثابته ما بتتغيرش. قال لي جميل يا مستر. قال لي يا مستر مصدر الدين الهي علوي سماوي. قال لي يا مستر من الاخر كده الديانات الثلاثه نازلين من عند ربنا بالرسل، عن طريق الرسل، وبالتالي نزلوا الديانات سواء مسيحيه، اسلاميه، يهوديه، كل ديانه نزل بيها رسول، وربنا كلها نازله من عند ربنا، عشان كده مصدرها علوي سماوي الهي او علوي الهي سماوي، مش مشكله. قال لي المنهج بقى يا مستر، والله المنهج فيه نقطتين بساط قوي، يعني انا يعني بساط قوي يا مستر. لو عايز تاخد بقى سكرين شوت، يعني ايه؟ عشان وانت بتذاكر مثلا تكتب، تروح جاي موقف الفيديو زي كده، او انا واعي لك كده تك، يلا توكل على الله. فهمتني ازاي؟ انا هحاول افتكر عشان انا بنسى، يعني هحاول افتكر لك عشان انا بسقط في النص. الفكره ان انا مش عارف والله، وانا في وسط التصوير بيبقى برضه في دماغي حاجات تانية، يعني على الرغم ان انا مركز في الشرح بس برضه في دماغي حاجات تانية. فبحاول برضه ايه، بحاول اضيف لك معلومات معينه كده ما تفوتش مني، فبحاول اضيفها لك. قال لي يا مستر المنهج، قال لي والله يا مستر باختصار بسيط عشان ما نقعدش نلف وندور حوالين بعض، عشان الحته دي مش عايز اتوهك فيها. قال لي الفلسفه يا مستر معتمده اعتماد كلي على العقل. قال لي يحتل الصداره الاولى للفلسفه هو العقل. يعني ايه يا مستر؟ بص يا عزيزي الطالب، الفلسفه ما بتعتمدش على مشاعر، ما بتعتمدش على حب، ما بتعتمدش على عاطفه، ما بتعتمدش على كل الكلام ده. قال لك امال ايه يا مستر؟ قال لك العقل عندها هو رقم 1.
ده صح نعمله، ده غلط ما نعملوش. قال لي حتى ده لو هيبقى ضد عاطفتي وضد قراراتي لو ضد كل حاجه، هو العقل لو شايف ان ده صح هيعمله بس. فبالتالي هو بيفكر تفكير العقل رقم واحد، العقل هو رقم واحد. قال لي يا مستر طب في التجارب الحياتيه في حياتنا احنا الشخصيه هتلاقي على طول يعني خدها قاعده في حياتك، كل الرجاله بتخلي العقل هو الصدار رقم واحد. قال لي مستر انت كده هتخش في حوار كبير وبنات وشباب والله دي حقيقه، انا مش ببرر لك، دي حقيقه واقع يعني. كل البنات بتلاقيها العاطفه عندها رقم واحد، هي ما بتفكرش بالعقل تماما، يعني هي لاغيه عقلها تماما. هي حتى العاطفه بعد كده بقى نشوف بقى العقل ده بيقول ايه، يعني هو يلا زي ما تيجي بقى. احنا بقى الفلسفه بتقول لك ابعد عن الكلام ده، اركنها على جنب، ماشي نشوف العاطفه دي بعدين ونشوف الحاجات دي بعدين. خلي العقل عندك رقم واحد، هو اللي يقرر تعمل ايه وتفكر ازاي والطريقه اللي هتعملها ازاي، وهو اللي ياخد القرار. عشان كده اللي بيحتل الصداره هو العقل في الفلسفه. قال لي جميل يا عزيز الطالب، بص يا مستر الكتاب بتاعنا بيقول ايه؟ اسف بيقول لك قائمه على ما يفكر بيه عقل الانسان. من الاخر كده يا مستر العقل هو رقم واحد. العقل يحتل مكان الصداره، يخضع كل شيء للحوار ولا يقبل شيء الا بالدليل العقلي. يعني لازم تثبت لي يا مستر بالدليل ان ده صح عشان اعمله، مش باخد الحاجه كده وخلاص، لا ده انت لازم تثبت لي وتاكد لي. قال لي جميل. قال لي بقى يا مستر في الدين قال لي يقوم يا مستر على الإيمان بالعقيدة الإلهية والإيمان بالوحي والرسل والأنبياء. قول لي مستر طب ما انت لسه قايل يا مستر ان موضوع الدين ما هو قائم برضه يا مستر على ايه؟ على العبادات ومش عارف ايه، يدور حول علاقه الانسان بربه، والانسان بربه ده هيتصل بربه ازاي؟ عن طريق الايه؟ العقيده. قول لي انت جاي لي يا مستر يقوم على الايمان بالعقيده الالهيه والايمان بالوحي. تعالى افرق لك ما بين الاثنين. بص معلومه بسيطه جدا. قال يا مستر هو انا في الموضوع ده عباره عن ايه؟ انا بقول لك الحكايه الدين دي ايه؟ يعني انا بكلمك عن الدين ده قصته ايه، سواء مسيحي سواء يهودي ايا كان، بفهمك ده قصته ايه، ده عباره عن ايه. قال لي انما هنا انا بطبق على ارض الواقع. انا بقول لك ان انا الايمان بالعقيده الالهيه، يعني انا دلوقتي مسلم مؤمن بالله موحد بالله مؤمن بالوحي، ده بقى اللي انا بطبقه في حالاتي وبصلي وبعمل كل الكلام ده. ده ايه؟ ده المنهج. انما لما اجي اقول لك الدين ده عباره عن ايه بوجه عام، يبقى ده الموضوع. يبقى في فرق بين الطريقه اللي انا بطبق بيها، في فرق بين قصه الحاجه دي ايه. قال لي جميل يا مستر جميل. قال لي المفكر الديني يستخدم المنطق والعقل في الفهم والتفسير والرد على الخصوم. قال لي يا مستر بعض الديانات الاخرى بتامن بالاسلام وبتخش ايه؟ الاسلام. جميل. قال لي هو يا مستر سواء ده او ده بيحاول يقنع الانسان ان هو بالعقل ان انت ده صح او ده صح. فاهمني ازاي؟ يعني ايه باختصار بسيط عزيزي الطالب، ان انا لما اجي بقنع حد بالاسلام بشرح له الدين عباره عن ايه وبفسر له كل التفاصيل وبقنعه بالاسباب وبالايه وبالادله الرسل والانبياء وده ازاي، يعني بيثبت له بالحقيقه، بثبت له بكل التفاصيل. اللي هو عايز اوصلك من النقطه دي عشان ما نخرجش عن بره النطاق، ان هو برضو الدين بيستخدم العقل في المنهج، برضو بيستخدم العقل. قال لي جميل. قال لي يا مستر فاكر في اول الفيديو احنا قلنا الحق لا يضاد الحق، صح؟ قال لك اهو هنا بقى يا مستر بيقول لك هدف الفلسفه والدين الاثنين يتحدثن في هدف مشترك هو ادراك الحقيقه. خدت بالك لما انا قلت لك في اول الفيديو خلي بالك عشان دي هنعرفها قدام وهنفهمها قدام. هو ليه الحق لا يضاد الحق؟ هم مش مضادين، هم الاثنين عايزين يوصلوا للحقيقه. سواء الفلسفه او الدين الاثنين هدفهم الوصول للحقيقه. ما عندهمش ادنى مشكله.
ده بيفكر عشان يوصل للحقيقه، والدين ده برضه بيفكر عشان يوصل للحقيقه، عايز يوصل ويامن بالله ويثبت ان الاله الواحد الاحد. هو بيفكر بيحاول يوصل للحقيقه دي، وبرضه عن طريق الفلسفه بيستخدم العقل ان هو يفكر ويثبت ده. فالاتنين هدفهم واحد، الوصول الى الحقيقه. بس كده يا مستر. والله بص ما في اتفه من كده. درس عبيط وتافه وجميل ولذيذ، وبص فيه كل الخصال اللي انت عايزها يعني. فخلصنا مستر مقارنه بين الفلسفه والدين. قال لي بس في ملحوظه قد كده بين الفلسفه والدين، هناخدها دلوقتي، التوفيق بين الفلسفه والدين. قال لي يا مستر احنا لسه هناخد الفلسفه والعلم عشان ما تفتكرش ان احنا خلصنا، لا لسه بدري. قال لي يا مستر التوفيق ما بين الفلسفه والدين، هسالك سؤال بسيط كده يعني انت اللي تجاوب عليا بقى. هل الفلسفه والدين ما بينهم صراع؟ تقول لي مستر صراع ازاي؟ انت لسه بتقول لي الحق لا يضاد الحق. يبقى لا يا مستر. طب هتقول لي يا مستر لو جه قال لك في الاختيارات صراع اتفاق، اختار ايه؟ قال لي هتختار اتفاق على طول، ما هم متفقين يا مستر، ده حتى الاثنين عايزين يوصلوا للحقيقه. وقال لك الاثنين مش متضادين، هو الحق لا يضاد الحق، الاثنين مش منعكسين كده يا مستر، لا ده الاثنين هما الاثنين هدفهم واحد وعايزين يوصلوا لنفس الحاجه. قال لي جميل. انا بس ايه بوصل لك النقطه دي عشان بعد ما نخش على النقطه الجايه تبقى انت فاهمها. قال لي ان العلاقه بين الفلسفه والدين ليست صراعا. والله كلام جميل. لانه ليس كل الفلسفات كل الفلسفات رافضه للدين والايمان بالالوهيه. يعني ايه؟ قال لك يعني الفلسفه مش رافضه الدين، هي تمام، في فلسفات موافقه مع الدين ومقتنعه بيه، لان في فلاسفه مسلمين وفي فلاسفه مسيحيين وفي فلاسفه كتير جدا. فبيقول لك الفلسفه دي والله مش رافضه الدين، هم عادي. قال لي لم يتخذ الدين من كل الفلسفات موقفا سلبيا، فمعظم الفلسفات توافقت مع الدين. قال لك والله اغلب الفلسفات اتفقت مع الدين وما اختلفتش معاه خالص. قال لي تتجلى الصله بين الفلسفه والدين في حقيقتين هما: الاولى الفلسفه والدين يلتقيان في وحده جوهريه وهي معرفه صانع العالم. يعني ايه يا مستر؟ عايزين يوصلوا معرفه الله. قال لي جميل، اي انهما وجهان للحقيقه واحده، فالفلسفه دراسه الموجودات للاستدلال بها على الصانع. يعني من الاخر كده ان الفلسفه برضه بتدرس عشان توصل لايه؟ لوجود ربنا، عايزين تعرف مين اللي خلق الكون ومين اللي خلق الانسان ومين اللي خلق كل العالم ده. قال لي جميل. قال لي انما الثانيه الفلسفه والدين يشتركان في غايه واحده وهي تحقيق السعاده. خلي بالك برضه ان الدين محط لك شروط، يعني حط لك التزامات وشروط، بس خلي في علمك الشروط دي عشان تحافظ عليك انت وتخليك سعيد. والله انت بتفتكر ان انت لما بتحقق حاجات معينه في حياتك او بتجري ورا شهوات معينه في حياتك بتدرك ساعتها ان انت كده مبسوط. بالعكس ده بدايه طريق الهلاك. يعني انت في اول الشيطان بيغريك بالحاجه دي وبتفضل حاسس ان انت عايش في وهم، بس انت ده البدايه للطريق الهلاك. فبالتالي والله الدين عايز يوصلك لتحقيق السعاده، وسواء الفلسفه برضه عايزه توصلك لتحقيق السعاده. فبرضه لو جاب لي في اختيارات الهدف الفلسفه والدين الوصول للحقيقه او تحقيق السعاده، الاثنين صح. عشان برضه ما تلخبطش، عشان ايه؟ كان في عيال كتير قوي بتتلخبط فيها السنه اللي فاتت، يجي ما يلاقيش الوصول للحقيقه يلاقي تحقيق السعاده، يختار غلط. ما يلاقيش في الاختيارات الوصول للحقيقه او الحق او الحقيقه، ويلاقي كلمه تحقيق السعاده، يسيب تحقيق السعاده ويختار اي اختيار تاني. قال لي ماشي يا مصر، حسب جميع الاديان السماويه على اعمال العقل فيها الكون لادراك الخالق. يعني كل الديانات اللي جات لنا بالثلاث رسل قالت لنا ان احنا لازم نعمل العقل، نشغل عقلنا ده عشان نثبت ان ربنا موجود. قال لي جميل يا مستر. قال لك معرفه حقيقيه النفس الانسانيه وعلاقتها بكل الوجود. بص بقى دي اثباتات عقليه، اثباتات دينيه. بيقول لك مقام العقل في القران، لا يذكر العقل الا في مقام التعظيم والتنبيه الى وجوب العمل به والرجوع الى الرجوع اليه طالب القرآن الكريم بالاعتماد على الحجج المنطقية والبراهين العقلية والوصول إلى النتائج بقوله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. قال لي ماشي يا مصر. يعني بيقول لك إن حتى في الدين بيقول لك إثبات، أنت لازم تجيب لي الإثبات عشان أتأكد إنك صادق. يعني لازم تجيب لي، تثبت لي ده، لازم تشغل دماغك وعقلك إن أنت إيه؟ تثبت لي ده. عشان بيقول لك إن قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، يعني هاتوا الإثبات بتاعكم لو أنتم صادقين. قال لي ماشي. جالنا واحد اسمه ابن رشد، بص عليه كده. ابن رشد ده قال لك بص يا سيدي، الفلسفه والدين دول في اتفاق على طول. ده بالعكس ده عمل لنا كتاب كامل عن التوفيق ما بين الفلسفه والدين. قال لك بص يا سيدي، بيقول لك كل محور كان محور ابن رشد في دفاع عن الفلسفه يتمثل في عمليه التوفيق بين الفلسفه والدين، وقد الف كتابا مشهورا هو فصل المقال فيما بين الحكمه والشريعه من الاتصال.
والله يعني بص عشان يعني مش عارف اقول لك ايه، عمر ما في طالب على مر ما انا اشتغلت غلط في السؤال ده. يجي يقول لك الف ابن رشد كتاب التوفيق بين الفلسفه والدين، ويجيب له 4 اختيارات. بص اسم الكتاب قد ايه؟ يعني فصل المقال فيما بين الحكمه والشريعه من الاتصال. يعني انت شايف الاسم قد ايه يا جدع؟ ده يسد عين الشمس. ده انت بتقول ايه؟ يعني ازاي تغلط في سؤال زي ده؟ قال لي ماشي يا مستر، او ملحوظه برضه عشان نخلي بالنا منها. قال لي يا مستر يعني احفظ الاسم؟ اه احفظه، والله سهل، فصل المقال فيما بين الحكمه والشريعه من الاتصال. هو كده كده ملفت، يعني انت هيجي لك في الاختيارات هترزع الاجابه على طول، هوب طخ تروح رزعها. قال لي ماشي، والذي يتضح من خلاله انه لا يوجد تعارض بين الفلسفه والدين. هو بيوضح لك في الكتاب ده ان الفلسفه والدين مش متعارضين، هما ما بينهما اتفاق. قال لي جميل، لان هدف كل منهما هو الوصول الى الحقيقه وتحقيق السعاده. الدين الاسلامي حث المسلمين على التفكير وتعقل امور الحياه والوجود، وهو ما تسعى اليه الفلسفه ايضا. قال لي جميل يا مستر، برضه عشان نخلي بالنا من ملحوظه معينه. ازاي يا مستر الفلسفه والدين عايزين يوصلوا لتحقيق السعاده؟ انت بتقول لي هدفهم ان هو تحقيق السعاده. تقول لي يا مستر باختصار بسيط، انت الدين مقيدنا في حاجات كتير جدا، سواء بنات او شباب، وبالذات البنات ان هم يكونوا محجبين، وان هم يكونوا لابسين لبس كويس ومحترم وكل الكلام ده جميل. ازاي بقى انا هوصل لده وهبقى مبسوطه وانا كده؟ بص يا عزيزي الطالب، باختصار بسيط، اني لما بتطبق ده في حياتك وبتبتدي تسعى، الفكره ان العقليه اللي انت فيها دلوقتي مش مدركه ازاي ده. طب قال لي يا مستر ازاي انا مش مدرك او اتربيت على الحاجه دي؟ ما هو انت مش مدرك عشان ما تربيتش في بيئه طلعتك على النهج ده. المفروض من سن 7 سنين الاب والام يهتموا بالدين بالنسبه للطفل لغايه ما يوصل للجامعه. بعد كده خلاص سيبه، يمكن كمان لغايه ثانويه عامه، بس بعد كده خلاص تتابعه بقى من بعيد. تتابعه من بعيد، هو حر، هو حر في قراراته، حر في اختياراته، حر في كل الكلام ده. قال لي جميل، فدي النشأة الصح، دي النشأة صح. انا بشوف شباب في الازهر بيبقوا خاتمين القرآن بدري جدا، فهم عندهم اللي هو ان العقيدة يعني اتزرعت من سن صغير جدا، عكس الشباب التانية ان هو ما اهتموش بيه ان هم يخلوا العقيدة مزروعة فيهم ويخلوا الايمان قوي فيهم، ان هو بكل التزامات الدين وبكل حاجة فيه. فبالتالي هم طالعين بيعانوا ان هم عايزين يلتزموا بكده ومش عارفين. بس في الاول وفي الاخر انت مجرد ما تبلغ انت المسؤول عن قرارك، يعني انت خلاص هتبتدي تتحاسب، سواء بقى اهلك عملوا معاك كده او ما عملوش معاك كده، خلاص انت اللي هتبتدي تتحاسب. فبالتالي انت بتخش في ازمه شهوات، بتبتدي تشوف مغريات كتير، بتبتدي تشوف الشيطان يجرك لحاجات وحشه كتير، وطبعا المجتمع اللي حواليك سيء، فبتبتدي تشوف حاجات بتجذبك كتير ان انت عايز تقلدهم. هي هتلاقي رغبه طبيعيه، يعني انت مش عارف تسيطر عليها، مش عارف، مش قصدي اقول طبيعيه، ان هي اللي بتشدك، يعني بتشدك كل مدى، بتشدك اكتر. وكذلك في الشباب على فكره، يعني انا مش كلامي للبنات بس البنات مشاكلهم اكتر، وبالذات في السن ده، يعني في سن ثالثه اعدادي اولى ثانوي وثانيه ثانوي بتلاقي مشاكلهم كتير جدا ومشاكلهم اكبر من الولاد. يعني عكس الولاد ممكن يكبر دماغه وايه وما تفرقش معاه، لكن البنات انت يعني المفروض محاط عليكي كده، ما تحاوليش تطلعي بره السياق ده، ما تحاوليش تعملي كده، والله انت اللي هتضري، انت اللي هتندمي. انا مثلا باختصار بسيط اللي انا عايز اوصله لك، ان انت لما تطبق الدين في حياتك وتبتدي تاخده كقاعده بكل جوانبه، او بتسعى في حاجه اسمها الاجتهاد في الدين، بتسعى انك توصل لده، هتلاقي كل حاجه في حياتك هتلاقي نفسك مبسوط فيها. هتلاقي توفيق من ربنا في التعليم، هتلاقي توفيق من ربنا في الشغل، هتلاقي توفيق تساهيل من ربنا في حياتك، هتلاقي بص حاجات كتير جدا متسهله وسهله، وهتلاقي نفسك مبسوط وحياتك ماشيه، وهتلاقي نفسك راضي، بص هتلاقي حياتك بتتغير 180 درجه. بس انت لو بتطبق ده ازاي؟ بتطبق ده عن اقتناع ان انا بعمل كده عشان ارضي ربنا، ولا بعمل كده وخلاص، ولا بقلد الناس؟ كل دي تختلف من شخص لشخص. فمن الاخر اللي انا عايز اوصله لك، سواء الفلسفه او الدين هدفهم تحقيق السعاده والوصول الى الحقيقه. بس انا قلت لك تحقيق السعاده الاول لان انا قاعد ارغي لك كل النص ساعه دي عشان تحقيق السعاده. فبالتالي انت هتوصل للسعاده اللي انت عايزها، ما تقلقش. قال يا مستر المره دي انا مش عايز اكتب لك، عايز اعمل لك المقارنه كده عشان تبقى واضحه. قال لي ماشي يا مستر،
عندي مقارنه ما بين الفلسفه والدين زي ما انتم عارفين الموضوع والمنهج زي ما خدنا في الفلسفه والدين. قال لي جميل يا مستر. اول حاجه في الفلسفه بيقول لي يا مستر كلي معنوي مجرد. قال لي يا مستر ثواني، مش انت لسه قايل لي من ثانيتين او من قايل لي في الموضوع الفلسفه ان هي بتناقش كل قضايا الانسان؟ يعني بتناقش كل حاجه يا مستر، تبقى كليه. اول حاجه فهمناها ماشي. قال لي يا مستر هي بتناقش حاجات ماديه، هي ايه قضايا الانسان دي؟ قال لي قضايا اخلاقيه. قال لي ماشي. قضايا علميه؟ قال لي قضايا يا مستر بيئيه. قال لي يعني انا بقيم القضيه وادخلها جوه دماغي واقعد افكر فيها في حلول. هل انت تعرف تروح جايب القضيه كده وتروح ماسكها زي القلم ده؟ قال لي لا يا مستر، ده كلها معتمده على العقل، يعني جوه العقل. قال لي والله كلام جميل، يبقى معنويه. قال لي مجرده يا مستر هي يعني منقسمه كل حاجه، مش احنا قلنا كل فيلسوف له وجهه نظر، فبالتالي هي منقسمه لكل حاجه. قال لي على عكس العلم، هنا الفلسفه كليه، هنا العلم جزئي. قال لي ليه يا مستر جزء؟ ليه يا مستر؟ قال لي العلم يا مستر بيناقش موضوعات محدده. قال لي يعني ايه؟ يعني انت حتى لما تلاقي دكتور مثلا في قسم يقول لك قسم بايو تكنولوجي بيدرس ماده الكيمياء النوويه مثلا، انا بقول يعني انا ما اعرفش اصلا في البايو تكنولوجي بياخدوا ايه، بس انا بقول لك مثلا. فبالتالي هو بيدرس قسم معين جوه قسم معين، فهي جزئيه بتناقش حاجات معينه، بتركز على اجزاء ما بتركزش على الكل. قال لي جميل. قال لي يا مستر هو انا عشان اعمل اي حاجه واثبتها علميا، قال لي هتقول لي تثبتها ازاي؟ هثبتها لك بالكلام؟ قال لي لا يا مستر بالتجارب. جميل. يعني انا لازم اجرب وامسك كده بايدي واعمل واسوي عشان اثبت لك؟ قال لي يبقى مادي ولا معنوي؟ مادي يا مستر. واعتقد ان انت ادام وصلت معايا ومتابع معايا من اول فيديو عارف يعني ايه مادي ومعنوي، عشان ما تخلينيش اصرخ دلوقتي واشد في شعري. ما تقوليش مش فاهم يعني ايه مادي ومعنوي. مادي يعني حاجه اقدر امسكها كده بايدي واحسها واشوفها، اي حاجه ماديه بتتعمل بالحواس. قال لي معنوي حاجه ولا اقدر احسها ولا امسكها، حاجه جوه دماغي بالعقل. قال لي يا مستر وادام مادي يبقى بستخدم الحواس عشان اعرفها. قال لي جميل. والله يا مستر دي حاجه ودي حاجه عكسها تماما، فبالتالي الموضوع سهل بالنسبه لي في المقارنه ما بين الفلسفه والدين. قال لي جميل. الفلسفه تتناول الموضوعات الكليه المجرده من الماده. قال لي والله ماشي. يعني من الاخر كده بتناقش كل حاجه، بيشرح لك الثلاث كلمات اللي فوق. قال لي جزئي لان العلم لم يدرس الظواهر الجزئيه، يعني بيدرس عينات بيدرس عينات. يعني ايه عينات؟ يعني بيجيب لك عينات كده معينه ويبتدي يحط لك الماده دي على الماده دي، فبالتالي يطلع لك حاجات وهكذا. قال لي هذا الموضوع ذات طابع عام وليس لها طابع فردي. داخله في كل حاجه يا مستر واي حاجه. قال لي ماديه يا مستر ان العلم بيدرس الظواهر الماديه والواقعيه، اي المعادن والصخور وطبقات الارض والانسان والنبات. كلام جميل. قال لي حسي لانه بيدرس الظواهر المحسوسه والتي تخضع للمشاهده والتجربه زي الصوت والضوء. قال لي يا مستر انا واخد بالي انك لخصت لي كل الكلام ده في الثلاث كلمات دول ولخصت لي كل الكلام ده في الثلاث كلمات دول بالظبط كده. كل معناه ومجرد هو قاعد يشرح لك هنا ويرغي لك كتير. جزء مادي عسي قاعد يشرحه لك. ليه هنا جزئيه؟ لان العلم بيدرس الظواهر الجزئيه. ليه هنا مادي؟ لان العلم بيدرس الظواهر الماديه الواقعيه المعادن والصخور والكلام ده. ليه هنا بيقول لك بقى حسي؟ عشان المادي معتمد على الحواس. انا هعرف ازاي ان الحاجه دي ماديه؟ لما اشوفها بعيني وامسكها بايدي واقدر اشم ريحتها وكل الكلام ده. قال لي جميل. احنا كل ده في الموضوع. قال لي المنهج. قال لي يا مستر والله انا عارف من منهج الفلسفه المقارنه ما بين الفلسفه والدين ان هي تعتمد على العقل. قال لي ايه تأملي تحليلي دي بقى يا مستر؟ ايه بقى ده؟ قال لك والله احنا عارفين ان هي يا مستر بتعتمد على العقل. الفيلسوف زمان ما كانش عنده هدف، يعني من الاخر كده بيدرس كل شيء واي شيء، فبيتأمل في الطبيعه، يجي يبص للسماء كده يلاقي نجوم، يقول لك النجوم دي يا ترى عامله ازاي؟ فابتدى يدرس الفلك ويعمل تلسكوبات، ويعمل التلسكوب ويوصل عدد النجوم دي كبير ولا قليل، ويوصل لكل الكلام ده. فهو معتمد في تفكيره وفلسفته على طريقه تأمل، يبتدي ينظر الحاجه ويتأمل ويشوف تفكيره اخره هيجيبه لايه. زي مثلا ارسطو كان بيدرس حاجه اسمها ما وراء الطبيعه. عارف ايه حاجه ما وراء الطبيعه؟ الحاجات الغيبيه اللي انا مش عارف الحاجات دي بتحصل ازاي. عمل كتاب عن اسمه عن ما وراء الطبيعه على فكره. قال لي ماشي. قال لي تحليلي. قال لي يا مستر
خلي في علمك برضو عشان ما تتوهش مني، هو بيطبق الكلام ده، دي الطريقه، يعني ده الموضوع، موضوع الفلسفه اهو، دي بقى الطريقه اللي انا اطبق بيها عن طريق العقل والتامل، وهوصل بقى للكلام ده ازاي كله عن طريق الكلام ده يا عم الحاج، عشان ما تتوهش مني بس في النص كده وحياة ابوك. قال لي امال ايه حسي تجريبي يا مستر؟ وحد الله. هتقول لي لا اله الا الله. اقول لك صلي على النبي. تقول لي عليه افضل الصلاه والسلام. تقول لي يا مستر حسي تجريبي. قال لي يا مستر مش العلم ده معتمد على المادي؟ هو انا هثبت ازاي ان الحاجه دي ماديه اصلا موجوده؟ هتقول لي عن طريق التجربه. قال لي جميل، يبقى انا هثبت كل الكلام ده عن طريق ايه؟ التجربه. بما ان في تجربه يبقى اكيد حسيه، يعني مش محتاجه. بص والله بقول لكم درس عويط، والاقي العيال بص باجي الاقيهم طالعين بتصدم اقسم بالله، حالين معايا زي الفل، والاقيهم يعني بص انتوا تمام الدرس تمام فاهمين يا مستر، فاهمين يا مستر. اجي بقى حالين الواجب تمام، يعني حالين كويس. اجي في الامتحانات انا بصراحه امتحاناتي رخمه شويه، يعني ما بحبش اجيب امتحانات سهله، بجيب امتحانات رخمه شويه. فبقى اجي بقى ايه اتوقع مثلا يعني ايه 90، انا بحب يعني بحط رينج معين 80% درجات حلوه، وانا اللي بحط الرينج ده كام فوق كذا يبقى دي كلها درجات حلوه. فلاقي العيال صدمتني والله، ولاقي الغلطات تافهه. يا ابني انت ازاي اجي اشرح له السؤال مش مصدق هو ازاي غلط في السؤال ده، يعني هو مش مقتنع انا ازاي غلطت في السؤال ده. فهو في اسئله الدرس ده هو بيلعب لك بالاقاويل، فبقى درس تافه. انت اهم ما عليك الواجب بتاعنا ده، انا عامل لك الواجب 5 تدريبات، كل تدريب فيه حوالي 20 25 سؤال، فانت داخل معدي ال 100 سؤال، فعامل لك واجب محترم. يعني عايزك كل سؤال تمسكه اتحل كده ازاي. طبعا انا بنزل لك حل الواجب على جروب التليجرام، تمسك كل سؤال صح، ده غلط ليه، عرفت انا غلط ليه، تمام. ما اقتنعتش اصور السؤال، تخش على رقم الواتساب 011 20 21 022 9، ابعت السؤال تلاقي الشرح اتبعت لك على طول. جميل يا مستر، نرجع لموضوعنا. قال عقلي لان العقل وسيله المعرفه عند الفيلسوف. قال لك اكيد يا مستر، ما احنا عارفين الكلام ده من موضوع الفلسفه والدين. قال لي جميل، وليس الحواس تاملي يعتمد على رؤيه الفيلسوف والخاصه به، تحليلي يحلل وينقد ليصل الى الجذور الاولى وللمجهول، وهو ينقد اراء السابقين ويبون مواطن القوه والضعف. قال لي والله كلام جميل، انا هطبق ازاي الكلام ده عن طريق العقل والتامل والتحليل. جميل، عشان كده اسمه منهج، الطريقه اللي انا بطبق بيها الكلام ده. قال انما بقى مستر العلم، قال لي يعتمد على المشاهده والملاحظه والفرض الفروض والتحقق من الفروض التجريبي. عارفين بقى ان شاء الله الترم الثاني باذن الله يعني هتاخدوا حاجه اسمها التجربه، هتاخدوا بقى تفاصيل الملاحظه وتفاصيل الفرض وتفاصيل التحقق. بص هتاخدوا تفاصيل بنت لذينه، بس الكلام ده في المنطق مش في الفلسفه، بس ممتع. المنطق عامه ممتع في حله وفي اسئلته. عايز طالب كده، عايز يعني دماغ كده ايه اللي هو عارف السؤال ده لو لعبني لا ده انا هلعبه وهجيبه. والله ما بحبش الاسئله يعني ما بحبش الاسئله السهله، بحب الاسئله المبهمه فيها فكره. فالمنطق 1 زائد 1 يساوي 2، والله زي ما بقول لك كده. فانت لو عندك القواعد الاساسيه خلاص هتجيب. فالمنطق سهل، وهتعرفوا الكلام ده لما تاخدوا كمان درس ايه القضايا المنطقيه. لو خدت درس الحدود المنطقيه وخدت درس القضايا المنطقيه هتعرف خلاص استسلمت انت. قال لي جميل يا مستر، يبقى للوصول الى القانون العلمي من الاخر كده يا مستر انا بطبق الكلام ده ازاي؟ عن طريق التجربه. يعني انا بقعد اطبق بقى الكلام ده ازاي، ان انا اعرف ازاي ان هو جزئي ولا كل الكلام ده ولا مادي ولا حسي، عن طريق تجربه. قال لي جميل يا مستر. الهدف خلي في علمك بقى يختلف هنا، الهدف في الفلسفه مش زي هدف العلم. هدف الفلسفه هو البحث عن العلل البعيده، المبادئ الاولى، الاسباب الغير مباشره. فاكرين الاسلوب الفلسفي؟ قال لي يا مستر، كان بيقول لك يبحث عن الاسباب الغير مباشره. بص هنا هدف العلم العلل القريبه، الاسباب الماديه، الاسباب المباشره. هي نفس الكلام اللي خدناه في الاسلوب العلمي والاسلوب الفلسفي. لو فاكر الدرس او يعني شرحته، حضرت الشرح بتاعه معايا، انا مش عارف فيه ايه. لو حضرت الدرس بص تاني، لو حضرت درس اساليب التفكير هتفهم الحته دي بسهوله قوي.
هدف الفلسفه هنا معتمد على العلل البعيده. يعني ايه العلل البعيده يا مستر؟ يعني انا عايز اوصل لاصل الشيء، عايز اوصل للاصل، السبب الرئيسي. الكرسي ده اتعمل ازاي؟ اتعمل من البلاستيك. البلاستيك ده جابوه منين؟ جابوه من مصنع كذا، ومن المصنع ده جابوه منين؟ معلش كنت بشوف مين بيرن. قال لي في المصنع. فهو عايز يوصل للسبب الرئيسي. يعني مثلا البلاستيك ده متصنع من ماده بولي كذا، مثلا بوليسترين، بولي مش عارف ايه، في مواد كتير بيتصنع من البلاستيك. فحطينا الماده دي على الماده دي طلعنا البلاستيك. طب المواد دي انت جبتها منين؟ اقول لك انا جبتها من الطبيعه. وجبتها منين من الطبيعه؟ هو عايز يوصل للعلة البعيده، عايز يوصل للسبب الرئيسي. قال لي انما ده، بص، ده 1 2. والله عايز يوصل. الكرسي ده اتصنع منين؟ اتصنع في المصنع. بس السلام عليكم. عايز يوصل للسبب بس. هو عايز علة قريبه، مش عايز بقى يدور ويشوف هو مش عايز يعمل كده. هو عايز يوصل للسبب، السبب القريب اللي هو الاساسي. لكن ده عايز يوصل لاصل الشيء. ده هدف الفلسفه وده هدف العلم. خلي في علمك انا ليه ما بشرحلكش الاسئله؟ لان انا بقول لك امثله وانا ماشي. يعني بقول لك مثال: لم يكتفي الفيلسوف بوجود الجاذبيه والتي اكتفى بها نيوتن، ونجد الفيلسوف يسال لماذا توجد الجاذبيه الارضيه؟ هو مش عايز، او عارف ان موجوده الجاذبيه، بس موجوده ليه؟ قال لي جميل. بيقول لك هنا مثال نيوتن، برضو نفس المثال. نيوتن يسال كيف تسقط التفاحه من الشجره الى الارض فتوصل الى وجود الجاذبيه. بس انا عرفت ان التفاحه بتسقط ازاي ليه بتسقط على الارض؟ عشان في حاجه اسمها وجود الجاذبيه. السلام عليكم، انا كده خلصت. ده هدف العلم. انما الفلسفه، هي الجاذبيه دي موجوده ليه اصلا؟ قال لك عشان الكون يفضل في استمرار وفي دوران مباشر وتساهم في حركه الكون. قال لك وبعد ما يساهم في حركه الكون، ما هو لو مش موجوده الجاذبيه الكون هيتدمر. قال لي والله كلام جميل ومعقول. طبيعه الحكم. قال لي يا مستر الفلسفه عارفين انها نسبيه متغيره ذاتيه. ليه بنقول عليها ذاتيه يا مستر؟ قال لي عشان كل فيلسوف له وجهه نظر فخاصه بذاته، فعشان كده قال لك ذاتيه يعني كل فيلسوف له وجهه نظر خاصه بيه، عشان كده قلنا ذاتيه. فبالتالي لما انا اكون فيلسوف وكذا يكون فيلسوف، فده ليه فلسفته الخاصه بيه، خاصه بذاته هو، وانا فلسفيه خاصه بذاتها فيه. فبالتالي ذاتيه متغيره. اهو هتتعدد اراء الفلاسفه ووجهات نظرهم حول الموضوع الواحد، وذلك حسب خبرات كل فيلسوف حسب ظروف مجتمعه وعصره. قال لي مستر الحقيقه العلميه موضوعيه ثابته. قال لي جميل. خلي بالك هناك مطلقه، هنا موضوعيه، عشان برضو بتيجي في الاختيارات وبتتوه العيال. قال لي يا مستر هو احنا لو وصلنا لقانون علمي ينفع نغيره؟ يعني مثلا وصلنا لقانون الجاذبيه، ينفع نغير قانون الجاذبيه ده؟ في قوانين نيوتن الثلاثه مش عارف، مثلا لكل فعل رد فعل مساوي لها في القوه مضاد لها في الاتجاه. فاهمني ازاي؟ يعني انا لو اديت حاجه كده بايدي كده، هيرد ايدي نفس القوه ومضاد لها في اتجاه. هو ده جاي كده، ده جاي كده، عكس لها في اتجاه. فده قانون علمي مثبت. هل ينفع اغير فيه؟ لا. قال لك القوانين العلميه والحقائق العلميه موضوعيه ثابته. فلما جاء الاختلاف ايه؟ العلماء لان مرجعهم واحد هو الواقع والتجربه. السلام عليكم. خلصنا. ما ناقصش غير حته قد الفسوسه. قال لي العلاقه بين الفلسفه وايه؟ والعلم. قال لي العلاقه بين الفلسفه والعلم علاقه تكامل. قال لي يا مستر ده كده برضو ما فيش صراع ما بين الفلسفه والعلم. الفلسفه والعلم مش متضادين، لا ده بيكملوا بعض. ده بيفكر وده بيجرب، يعني ده بيديله الفكره وده بيطبقها على ارض الواقع. عشان كده الفكره العامه اللي بتدور حول الفلسفه والعلم ان ده معتمد على العقل، لا ده معتمد على الواقع والتجربه. انا ده مش ماشي، انا بعد ما فكرت بقى خلاص وعملت كل الكلام ده، اخش بقى على التجربه، لازم اجرب عشان اثبت ان دي الحاجه دي علميه مثبته. فبيقول لك يتضح مما سبق ان بين الفلسفه والعلم اختلاف، ولكن لا يوجد خلاف او خصومه. هم مختلفين، ده جزئي ده كلي، ده مش عارف تجريبي، انما ده معنوي مادي. بص مختلفين في حاجات كتير، بس هم مش مختلفين في الايه؟ في الهدف. يعني انا اسف ان هم مش متضادين، لا بالعكس ده هم بيكملوا بعض. هم ما بينهم اختلاف كبير في كل حاجه، ولكن في الاخر بيكملوا بعض يا مستر. يعني الاثنين زي ما عاشق ومعشوق كده. قال لي ماشي، او انفصال بينهم، وليس كل طرف بديل للاخر او منافس له. فالفلسفه والعلم يشتركان في الكشف عن حقائق الوجود. ايه القلم مش شغال ولا ايه؟ ماشي. الفلسفه تتناول الجانب المعنوي، يهتم بالقضايا ما زالت مجال البحث ومناقشه وقبول او رفض. العلم يتناول الجانب المادي ويهتم بالقضايا
والموضوعات التي لا جدال عليها ويحكمها قانون علمي متفق عليه. مثال الثوره العلميه في مجال الطب مثل زرع الاعضاء وتحقيق علم الانجاب بالتلقيح الاصطناعي فتح المجال لدخول الفلسفه لمناقشه الاشكاليات الاخلاقيه المصاحبه لهذه الانجازات العلميه. ان شاء الله الترم الثاني هناخد حاجه اسمها البايوتيكا. البايوتيكا دي بتدرس لك مشاكل الطب. فبيقول لك اهو الفلسفه بتناقش مشاكل الطب، بس بتقول لك بقى بتعمل ايه على ارض الواقع؟ لا، ده العلم اللي بيعمل الكلام ده، لكن الفلسفه بتناقش المشكلات، القضايا الانسانيه. قال لي جميل، توكل على الله وكفى بالله وقيلا. يعني شوف، سيب كل حاجه على ربنا، ربنا هو اللي هيوفقك وهيكرمك. ايه المطلوب منك يا عزيزي الطالب عشان ما تتسوحش مني؟ بما انك خلصت الفيديو ووصلت لغايه هنا، اول حاجه كوبايه الشاي في ايدك، بس لا خد لك استراحه شويه، خد لك بريك كده 10 دقايق، روق على نفسك، فك ظهرك كده وفهمني، العب تمرينين 3 حلو، قوم وتمشى شويه كده وفك عن نفسك. جميل. بعد ما تخلص بقى شويتين ال10 دقايق دول، تروح جاي ماسك كوبايه الشاي في ايدك وقاعد على المكتب بتاعك، تمسك الواجب بتاعك تك 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 تك. بص، انسف امه، سيب تدريب واحد، هم 4 تدريبات او 5 تقريبا مش متذكر، حل ال4 او ال3 وسيب تدريب واحد. جميل يا مستر. قبل ما انزل لك الواجب حل التدريب الرابع وصحح كل الاسئله. ليه بقول لك كده؟ عشان تفتكر الدرس. ليه بقول لك حل التدريب الاخير او حل التدريب اللي انت سبته ده؟ عشان تفتكر الدرس اللي ايه وانت بتحل، وانت بتيجي تصحح الواجب تفتكر الحاجات اللي وقع منك. فانت لما تيجي تصححه عارف انت غلطان في دي ليه. يعني انت دلوقتي انا نزلت لك الاجابات على جروب التليجرام، فانت ماسك سؤال بتصححه، عايزك تفتكر انت غلطت في دي ليه، مش عايزك تنسى الدرس او يتوه منك. قال لي جميل، صححت الواجب، عرفت فيه غلطات، فهمتها. جميل، فهمتها. طب في غلطات وقفت قدامي، هنبعتها على الرقم يا مستر اللي انت قلت لي عليه. جميل. قال لي يا مستر طب انا دلوقتي اخش الامتحان هقفل؟ والله دي على ربنا، دي توفيق بقى من ربنا. قفلت خير وبركه، يبقى انت عيل شاطر، ربنا يكرمك ويوفقك باذن الله واجتهد اكتر. طب ما قفلتش ولا جبت يعني مستر 2 3 عادي، اعرف انت غلطت ليه. في ناس ما بتقفلش طول السنه وبتيجي اخر السنه الاقيها مقفله كله، والله. في ناس بلاقيها عندي مش مقفله ولا امتحان من اول السنه، اجي اخر السنه الاقيها مقفله امتحان اخر السنه. انا عارف ان العيال دي شاطره، بس هم بييجوا في الامتحان بيروحوا غلطانين، مثلا غلطه دي وقعت منهم، فبيعرفوا غلطاتهم فين، فبالتالي بيعرفوا الحته اللي هم واقعين فيها، فبيروح على طول يراجعوا الحاجات اللي هم غلطوا فيها، يجوا اخر السنه هم خلاص مش واقع منهم حاجه. طبعا مع المراجعات بتاعتنا ومع الشغل بتاعنا بتلاقي العيال لمت كم معلومات كبير جدا وكم اسئله حلو جدا، فخلاص انا اي امتحان فلسفه هجيبه، اي امتحان فلسفه يا مستر. جميل. فعايزك ده اللي تعمله ان شاء الله. هتلاقي موعدنا سبت وثلاث، هتلاقي بينزل لك الثلاث تصحيح الواجب، والسبت بينزل لك الفيديوهات. اشوف وشكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.